السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل طريقة عمل الكوستر ده بشكل احترافي زي ما انتم شايفين كده، مفيش فراغات بين السطور. هعلمكم ازاي نعمل ده، وكمان هنقول كل المقاسات في الفيديو. تابعوا الفيديو للآخر، وكمان لو لسه أول مرة بتشوفيني ياريت تعملي لي اشتراك، وكمان تعملي لي لايك لو استفدت مني. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنبدأ نقص أول خيط 160 سنتي، وده اللي هنشتغل عليه. وبعد كده هنقص 5 خيوط مقاسهم 100 سنتي، يعني متر. 5 خيوط، يبقى هنا 160 وهنا 5 خيوط. وبعد كده 6 خيوط مقاسهم 80 سنتي، و6 خيوط تاني مقاسهم 60 سنتي. كل دول احنا هنشتغل. تبداي تقصي القصه دي وهنشتغل على الخيط ابو 160. تعالوا نركن على جنب كده، بس تخلي بالك وانتي بتحطي الخيوط يبقى المقاسات كده متر 80 60. تمام، ونحطهم كده على جنب ونبدا ان احنا نشتغل. هبدا اشتغل على الخيط اللي انا هشتغل عليه الكوستر، وهبدا اعمل دايره كده، دايره عاديه كده اهو بالشكل ده كده. وبعد كده هبدا ال5 خيوط اللي انا قصاهم مقاس متر هبدأ اشتغل بيهم عليه. فهاخد اول خيط واتنيه كده بالشكل ده. والمقاسات اللي انا قلتها لكم دي بتبقى طولها مفرد، يعني وهو مفرد بيبقى طوله متر. تمام، وابدأ اشتغل لعقدة التثبيت الخلفية، يعني هدخل الخيط كده من تحت بالشكل ده، وهبدأ بالفراغ ده ادخل الخيطين اللي انا مدخلاه، ودي عقدة التثبيت الخلفية. تمام كده، اول خيط انا ثبته معايا، هثبت الخيط التاني وهبدأ اثبت ال5 خيوط. وبكده انا ثبت ال5 خيوط اهو عندي على الدايره اللي انا عملتها. هبدا اشد الخيط الصغير ده علشان اقفل الدايره، فهشده كده عادي جدا علشان نقفل الدايره بتاعتنا بالشكل ده. وكده كونت لي دايره. تمام، الدايره دي انا حاطه فيها 5 خيوط مجوز، يعني 10 خيوط معايا، يعني ادي 2 4 6 8 10. وده الخيط الطويل ده اللي احنا هنشتغل عليه. اما الخيط ده فانا مش هشتغل عليه خالص، هسيبه كده تحت بالشكل ده. هبدأ بقى اظبط شغلي. تمام، هنا اهو ظبطت الشغل بتاعي. طبعا الخيط ده مش هشتغل بيه خالص، خلاص كده هركنه على جنب. وعندي الخيط الطويل اللي هو ال160 سنتي، هو ده اللي هشتغل عليه بقية الخيوط دي. طب هنشتغلها ازاي؟ تعالوا اقول لكم. الخيط ده انا هسميه معايا خيط ثابت، لانه هو هيفضل ثابت ويفضل داير ما يدور كده علشان يعمل الكوستر معانا. طيب اول حاجة انا طبعا مش هشتغل بده خلاص، عشان ده هيبقى قصير معايا فمش هشتغل بيه. هيبقى عندي 10 خيوط اهم موجودين، لان انا عملت 5 خيوط مزوج. تمام، فانا هبدأ بقى اشتغل العقدة بتاعتي. هعمل ايه؟ ده الخيط الثابت معايا، هبدأ ان انا اجيبه كده على الخيط اللي انا هشتغل بيه. اهم حاجة يبقى الخيط الثابت ده على الخيط ده. وهبدأ بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اجيب الخيط ده كده من تحت، وده الخيط الثابت معايا، وهبدأ اجيبه كده من فوقيه، وابدأ اسحب من الفراغ ده وابدأ اشد الخيط المتحرك، لكن الخيط معايا ده ثابت. تمام، وابدأ اعمل الحركة دي بحيث ان هو يظبط معايا الشغل. وهبدأ اعمل مرة كمان نفس الحركة. هعمل كده، بصوا بالشكل ده كده، وهطلع من تحتيه بالشكل ده. واهم حاجة تظبطي ايدك وانتي شغالة علشان الشغل يطلع مظبوط وما يبقاش فيه فراغات بين السطور. ده كده اول خيط انا عملته. هعمل الخيط التاني اهو
هجيبه من تحت الخيط الثابت وهبدأ اشتغل بيه كده، اجيبه من فوقيه ومن تحت كده وابدأ اشد. الخيط اللي انا بشده هو ده المتحرك، وابدأ اشد بالشكل ده، وهشتغل مرة كمان بالخيط. كل مرة بنشتغل مرتين بالخيط، تمام، مش مرة واحدة. ودي العقدة اللي هي المزدوجة. تمام كده اهو انا خلصت خيطين. هبدأ اشتغل الخيط التالت، هجيبه من تحت كده وابدأ اشتغل بالشكل ده وابدأ اشد. اهم حاجة تظبطي ايدك كده، يعني الايد دي كده تبقى بتظبط على طول كده بالشكل ده. تمام، هشتغل مرة كمان، يبقى الخيط بنشتغله مرتين كده. انا عملت 3 خيوط. هبدأ اكمل بقية الخيوط دي لحد ما اوصل اللي هي بداية السطر ده. هكمل وارجع لكم تاني. كده اهو انا خلصت ال10 خيوط معايا بالشكل ده، وده اتكون لي اول سطر معايا. طيب عايزين ايه تاني بقى؟ هنعمل ايه؟ الخيط القصير ده مش هشتغل بيه، هشيله كده عشان ما اشتغلش بيه، او اقصه شويه صغيرين علشان مغلطش وانا شغاله بيه. تمام، هكمل بقى السطر بتاعي او السطر التاني. عايزه اقول لكم كمان الخيوط اللي احنا قصينها على 80 وعلى 60 هقول لكم دلوقتي هنستخدمها امتى وفين. تمام، تعالوا بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. هكمل عادي السطر بتاعي، هكمل اهو. بصوا هلاقي كده بقى داير ما يدور، هبدا اشتغل الخيوط. فهاجي اهو اول خيط بدأ معايا هو ده، هبدأ اشتغل بنفس الطريقة، اجيبه بالشكل ده كده ومن تحت كده، وابدأ زي اربط. بس انا ده اللي ثابت معايا بالشكل ده، وده المتحرك، وابدأ ان انا ازق كده علشان ما يبقاش في فراغ بين السطر ده والسطر ده. وهشتغل بيه مرة كمان بالشكل ده. تمام، تعالوا بقى هنا بقى. بصوا هنا في فراغ، حاسين هنا ان المفروض يبقى فيه خيط. فالخيوط اللي انا قصيتها دي هي دي وظيفتها هنا. اول ما تلاقي فراغ كده هتبداي ان انت تحطي خيط. طب هنحطه ازاي؟ يعني انا كده لو اشتغلت كده عادي الكوستر معايا هيقوس وهتحسوه ان هو مش مفرود. فبنعمل عملية تزايد، بنزود الخيوط معانا. عشان كده احنا قصينا على 80 وعلى 60، لان طول ما احنا ماشيين هنلاقي فراغات بالشكل ده. فانا هنا عندي الفراغ ده، هبدأ اشتغل بالخيوط اللي هي مقاسها 80 سنتي، وهبدأ اتني بالشكل ده كده. وهبدأ بقى اجيب الخيط الثابت معايا اللي هو ده الطويل، هبدأ اشتغل عليه بالخيط ده، ازوده بالعقدة الخلفية. تمام، بالشكل ده. هجيب الخيط ده كده وهبدأ احطه بالشكل ده، ونبدأ نسحب الخيطين بالشكل ده كده. تمام اهو، وامسك الخيط ده كده وابدأ ازق على الخيط. بقى كده انا مليت الفراغ بتاعي اهو. لما اجي اشتغل بقى هيبقى الفراغ بتاعي مليان بنفس شكل الغرز. تمام، واجيبهم على جنب خلاص كده، وابدا اشتغل الغرزه بتاعتي. اهم حاجه ان الخيط الثابت ده وانتي بتشتغلي تزنقيه كده، علشان ما زي ما بقولك ما يبقاش فيه فراغ بين السطور. يعني انا كده اهو هشتغل الخيط ده، ابدا اجيب العقده بتاعتي بالشكل ده وانا شغاله. بصوا انا بزنق اهو الخيط ده الثابت، بزنقه كده. تمام، الربطه الاخيره هي اللي هتثبت لي العقده بالشكل ده. فمش بالتالي مش هيبقى فيه فراغات موجوده على بين السطر ده والسطر ده.
هكمل لحد ما الاقي فراغ تاني. انا كده اهو ده مفيش فراغ كده بالشكل ده كده. هنا بصوا لما جيت خلاص اشتغلت كام عقدة لقيت هنا برضو في فراغ. لو اشتغلت ده كده بصوا هيبقى في فراغ موجود. هتعرفي ازاي في فراغ ولا لا؟ بصوا لما يبقى الخيط جاي كده فهنا في زي خيط المفروض ان انا بحطه. هجيب الخيط من 80 سنتي اللي انا قصاهم، هبدأ اعمل نفس الشغل بتاعي اللي هو هعمله العقدة التثبيت الخلفية، وهبدأ بقى اكمل الكوستر بنفس الطريقة دي. بصوا هنا انا عملت غلطة ان انا يعني عملته كده بعيد، لا نقربه كده علشان وانا بشتغل ما يبقاش فيه الفراغ ده. تمام، اهم حاجة ناخد بالنا من الفراغ عشان الكوستر يطلع بيرفكت ويطلع بشكل احترافي. هبدأ بقى اشتغل عادي، وزي ما قلت لكم تقدري ان انت تثبتي الكوستر بدبوس، بس انا يعني انا طريقتي حابة ان انا اشتغلها بالشغل ده. شوفي انت الطريقة اللي تعجبك او تحبيها او ترتاحي فيها تشتغلي بيها، اهم حاجة راحة ايدك وانت بتشتغلي. هبدأ بقى اشتغل عادي جدا العقدة بتاعتي لحد ما اخلص الخيوط اللي معايا، وكمان الخيط الثابت ده هيخلص معايا. بصوا اهم حاجة نقفل كده، والخيط العقدة التانية دي هي اللي بتثبت معايا العقدة، فاخد بالي وانا بربطها بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اكمل كل الكوستر لحد ما اخلص الخيوط اللي معايا بنفس الشكل. امتى احط الخيط؟ مفيش وقت محدد ومفيش مكان محدد، كل ما انت بتلفي بالشكل ده ولقيتي فراغ لا حطي الخيط علشان ما تقوس معاكي الشغل، ما يقوس معاكي. تمام، فهنا انا حاسه برضو ان ممكن يبقى فيه، بس هكمل وهشوف لان انا بعملها عقدتين، فالعقدتين بتظبط معايا اهو. لما نيجي في العقدة دي بصوا هنلاقي في فرق، فابدأ ان انا احط. هكمل بنفس الطريقة علشان وقت الفيديو ونرجع نشوف هنعمل ايه. بصوا هنا انا عملت قد ايه. كل ما بلاقي فراغ زي كده بحط خيط. في بقى وقت ما بلاقيش فراغات خالص بفضل شغاله شغاله شغاله. بصوا الكوستر هيبقى معايا مفروض ازاي وشكله هيبقى جميل. فكل ما تلاقي فراغ زي كده بصوا لما تحسي ان انت عملتي كده وفي فراغ هنا تبداي ان انت تحطي الخيوط بتاعتنا زي ما احنا متفقين بنحطها ازاي. تمام، انا هكمل لسه الخيط مخلص ولسه بقيه الخيوط ما خلصتش معايا، فمفيش وقت معين ومفيش مكان معين تقدري تحطي فيه غير ان انت لما تلاقي فراغ زي كده تبداي تحطي وتبداي تزنقي كده الشغل بتاعك علشان يبقى كله متساوي نفس الشغل. وابدا بقى اشتغل عادي جدا. هكمل وارجع لكم مره كمان. هنا اهو انا خلصت كل الخيوط والخيط بتاعي اللي هو الاساسي اهو. بصوا بالشكل ده هسيبه كده. هبدا بقى اقصقص بقيه الخيوط اللي انا وبعد ما قصقصت كده بالشكل ده هبدأ بقى اسرح الكوستر معايا. وتبدأي بقى تظبطي الكوستر بتاعك على المقاس اللي انت عايزاه، الشراشيب عايزاها طويلة عايزاها قصيرة عايزاها اقصر من كده زي ما تحبي انت وذوقك. تبدأي ان انت تظبطي كده الكوستر ويبقى شكله حلو. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت تعملي لي اشتراك لو انت استفدتي مني، وكمان تعملي لي لايك للفيديو لو استفدتي مني. وشوفوا بقى شكل الكوستر في الاخر عامل ازاي، بقى شكله حلو جدا. شكرا لكم متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.